إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة مملكة الطيور. ففي موضوع الحلقة أعزائي المتابعين سوف أتحدث لكم عن عملية تقويم اعوجاج أصبع طائر الكناري كما في هذه الحالة كما ترون، وسوف أوضح لكم سبب هذا الاعوجاج الذي يطرأ عند فراخ الكناري. فعملية اعوجاج أصبع فراخ أو أصابع فراخ الكناري تكون إثر مسألتين. المسألة الأولى إخواني الكرام تكون إثر خلل جيني أو وراثيا. أما بالنسبة للمسألة الثانية فتكون إثر ازدحام فراخ الكناري في العش، مما يؤدي إلى اعوجاج أصابع الفراخ، وبالأحرى أصغرها سنا من يكون معرضا لهذه المسألة بكثرة. فكما ترون اعوجاج الأصبع يكون على هذه الشاكلة، بحيث أن الطائر لا يستطيع الوقوف على المشجم. والآن كما سوف ترون معي سوف أقوم بعملية تقويم هذا الأصبع. فبالنسبة لعملية التقويم أعزائي المتشبعين تكون من المستحسن أو من الأفضل بالنسبة للفراخ عندما يكون سنها مبكرا، لأن جسمها في هذه الحالة يكون في طور النمو، وتكون الفراخ في طور بناء أجسامها، مما يسهل ويساعد على تقويم الأصبع. بالنسبة لعملية التقويم كما سوف ترون معي في الفيديو، نحتاج إلى ضمادة هذه الشاكلة، إلى مقص للتقطيع. أنا سبق حضرت جزء من الضمادة، نقوم تقطيعها بهذه الشاكلة كما ترون. عملية التقويم تكون على النحو التالي: نقوم بأخذ الضمادة، وقبل ذلك نكون قد قمنا بتنظيف أرجل الطائر. أنا سبق وقمت بهذه العملية. نأخذ الضمادة بهذا الشكل عفوا. نقوم بأخذ الأصبع المراد تقويمه كما ترون، نرجعه للخلف بهذه الشاكلة ونمسك بالأصابع الأخرى كما ترون، ثم نقوم بلف الضمادة أو اللاصق إذا صح التعبير بهذا الشكل. كما ترون معي. بهذه الشاكلة أعزائي المتتبعين. كما لاحظتم معي إخواني الكرام، تكون العملية على هذا النحو، بحيث يستطيع الطائر الوقوف على المشم بشكل مريح كما ترون معي. ثم نقوم بنفس العملية الأصبع الآخر. نأخذ هذا الأصبع كما ترون معي، ونعيد نفس العملية. كما ترون معي في الفيديو أعزائي المتتبعين، بحيث يستطيع الطائر كما قلت الوقوف على المشم كما ترون. ونترك هذه الضمادات أعزائي المتتبعين لمدة شهر، ثم نزيلها، وبإذن الله سوف تتم عملية تقويم الأصبع. أرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. تابعونا في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.